بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة جديدة وتأملات على الشعر. من خلال تنقلي في بعض الدول العربية في فترتي الطفولة والمراهقة، كانت هذه الدول تتمتع برغد العيش والرخاء، والناس بسطاء وفي معاملة طيبة، مفيش مشاكل نفسية، مفيش يعني حتة المرارة والحتة الحقد والكلام ده كله ما كانش موجود في الدول اللي رحتها مع الوالد في مسائل اللي هو كان في زور الدول العربية في عمله مع أسرتي في فترتي الطفولة والمراهقة. وكنت لما بعود لمصر أجد فرق كبير جدا بين هذه الدول الدول العربية وبين مصر، وترجح كافة الميزات، مسألة الأخلاق ومسألة العقيدة الثابتة ومسألة النخوة وكل حاجة تكميل الكافة لصالح الدول العربية. فيعني أنا بعد هذا بدأت أتعمق في مسألة أعرف علم النفس حتى أحلل هذه النفسية للأسف التي كثير من المواطنين في بلدنا مصر عندهم من مسألة إن نفسيته فيها إجرام، روح الإجرام. قعدت أعرف في علم النفس على فرويد وكذا وكذا، وبعدين برضه من خلال قراءاتي لهيتشكوك وجوزيف كريستي عايز أعرف إيه السبب إن بلدنا يعني ليها حضارة وعندها تاريخ، بلدنا ليها حضارة وعندها تاريخ وعندها النيل وعندها كل حاجة. إزاي المواطن بتاعها منذ السبعينات إلى الآن كثير منه عنده روح الإجرام، نفسية المجرم؟ في هذه الحلقة سنستعرض 4 نماذج من نفسية المجرم. النفسية الإجرامية المختصة بالمرض النفسي يؤكد النفسية الإجرامية عقيدة. ده كلام كله من قراءات في علم النفس والمحلل النفسي العظيم سيجموند فرويد. يعني هنشوف ال4 نماذج اللي اخترتهم من الناس اللي هم عندهم انحرافات الأخلاق. أول حاجة النصاب أو اللص. تاني حاجة الذئب البشري. تالت حاجة المخبر اللي بيعذب في السجون. رابع حاجة الجاسوس. أعتقد دي نماذج حري بنا أن نحن نناقشها ونحللها حتى يكون تعامل فائدة ويستفيد منها الناس الباحثين وهكذا وهكذا. أول نموذج إحنا بقى طبعا من غير ما أقول أنا عايز أقول أول نموذج من خلال قراءات في علم النفس، أول نموذج هنحلله إن شاء الله هو نموذج المجرم أو التصاب. في مثل بيقول اتقي شر من أحسنت إليه. نلاقي واحد زي ما حصل في قصة البؤساء، كان شيخ عطف على الراجل اللي خارج لسه من السجن، عطف عليه بعد ما كل الناس تتنكروا له. الشيخ عطف على هذا اللص اللي كان لسه خارج من السجن، استضافه في بيته وعشاه وأكله ونيمه. الشيخ صحي الصبح لقى البيت مسروق. إذا أكرمت الكريمة ملكته، إذا أكرمت اللئيمة أطمرت. شوف بقى تفسيرها إيه من الناحية النفسية. علم النفس بيقول إيه؟ يعني في نفس الوقت اللي أنت بتحسن لهذا الرجل اللي قلبه مريض اللي هو المجرم اللص، في نفس الوقت اللي بتحسن إيه أو بتصدي إليه نصيحة، في نفس اللي بتتحرك داخلي نوازع الشر بشكل هو لا يتحكم فيه، لأن عنده نفسية المجرم المختلطة بالمرض النفسي. وهذا يمتد جذوره إلى التاريخ المصري في القرن الماضي. شفنا راي وسكينة وبشاعة إجرامهم، وشفنا خط الصعيد اللي مش عارفين يعدوا قتل قد إيه. يعني إذا الإجرام متعمق
ليه جذور في المجتمع المصري. هو يعني في مثل بيقول: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. وفي مثل تاني بيقول: اتقي شر من أحسن داري. يعني ده كلام بنحلل شخصية اللص. هذا هو التحليل شخصية اللص. تاني بقى شيء، حاجة من الانحرافات الأخلاقية في الإنسان المصري، حاجة غريبة جدا. لا أكبر كمية من حالات الاغتصاب، اللي هو اغتصاب الإناث في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية، هي مصر. يعني طبعا المصري له ثلاث دار انتماء: مصري، عربي، مسلم. أكبر نسبة من اغتصاب الإناث توجد في مصر بسبب، وهذا أيضا رافض من روافد الانحرافات الجنسية. مثل اغتصاب الناس ده عمل، يعني ده حاجة يعني إيه؟ يعني عايزة حلقات وحلقات. يعني ليه جريمة في بس ليه جذور مرض نفسي، ليه وجانب آخر يتعلق بتعاطي المخدرات. يعني هو يعني لكن بنلاقي إن طبيعة الذئب البشري منتشرة في مصر. وظهرت هذه الحاجة، هتستغربوا إن في أثناء 25 يناير، خروجة 25 يناير، حصلت حالات الناس كانوا بيروحوا مخصوص يندسوا وسط المظاهرات عشان يتحرشوا كما شاءوا، لأن هو من الانحراف الجنسية. فبالغ من الاغتصاب. سنة 92 حصل حاجة غريبة جدا، حاجة يعني ما حصلتش في العالم، يمكن عبر التاريخ ما حصلتش برضه. فتيات العتبة، 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة في ميدان عام، ما حصلش في التاريخ ولا حصل أي حتة. ميدان عام يحدث فيه عملية اغتصاب. يعني مش عارف أقول إيه يعني. يعني هو يعني حاجة غريبة. وشوف يعني ده يعني هذا مش عارف يعني. إن مصر بلد العجائب، ونرجو إنها تكون بلد العجائب في الخير مش في الشر. وحاجة تانية، إن في برضه انحرافات جنسية ناتجة عن مشاهدة الأفلام الجنسية. الشاب يشوف زي ما بيقولوا فيلم ثقافي أو فيلم جنسي، وفي حاجات شاذة طبعا وكذا وكذا، وأعتقد إن كل النساء بهذه الطريقة. آه، وفي من حتى في مسلسل الاغتصاب بنسمع حاجات شايبة. يعني مثلا نشوف إن واحد يعرف بنت، يقول لها: تعالى تشرب عندي الشاي، وهي تثق فيه، ما تحسش إن هو بيضمر لها الشر أو حاجة. إذا هو لقيته بس الساعة 8 المساء، هي بقى مطمئنة وكل حاجة، وفعلا توصل في ميعاد، تصل إلى البيت في ميعاد لحد الساعة 8، وإذا به يدعو أصدقائه إلى إن هم يروحوا الشقة ويتناوبوا باغتصابها ويحتجزوها لمدة أسبوعين، يتناوبوا باغتصابها في مشهد مريع يشيب له الولدان وتخر له الأبدان. يعني حاجة غير حيوانية، وحاجة سمعتها يعني فعلا حصلت فعلا. يعني مش يعني نيجي بقى حاجة تانية، الانحرافات الجنسية. أنا معلش آسف طولت شوية في مسألة الاغتصاب، لأن دي مسألة يعني حاجة مقززة وحاجة حيوانية. نيجي بقى لمسألة الانحرافات الجنسية. أعتقد إن معظم الانحرافات الجنسية ناتجة عن مشاهدة الأفلام الجنسية. في حاجة معينة علماء الدين وعموما الناس بتحاشى إنها تتكلم فيها، تخشى من يحصل خير، تخشى إنها تتحدث فيها، لأنها نقطة حرجة، نقطة حساسة. وهي مسألة إن بعض الأزواج يعتقدون إنهم مجرد إنهم تزوجوا تلك المرأة إنها تكون دمية في يديهم ولعبة، ويفعلون بها ما يشاءون. ونقصد بهنا مسألة جنس الشرك أو الشذوذ المشترك. ربنا قال:
نساء حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حرث لكم يعني المكان الطبيعي اللي بيخرج منه المولود، ده مكان الجماع. وبرضه في نفس السورة بيقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأرجو المرضى قلوب من الأزواج، وللأسف في زوجات بتعود على كده، بتبقى دي مسألة عادية، لكن في المقابل بيموت الحب، بتموت السعادة الزوجية، بيموت الوفاق، وتبقى عملية حيوانية. ده شيء طبعا يعني ده أرجو إن أكون نبهتكم لنقطة حساسة لم يتحدث فيها من قبل العلماء وعلماء الدين أو هكذا. نيجي بقى يعني مسألة أخيرة بالنسبة للجواسيس. كنت أنا من طبيعتي بحب أروح الأماكن الهادية اللي هي فيها السياحية الهادية الجميلة على البحر والكلام من ده، منها شرم الشيخ ومرسى علم وكده يعني. يعني ده كلام، يعني بروح عن نفسي وبحب الجو ده. وفاجأ إن في شرم الشيخ لما بروح ألاقي في شباب عايز يبيع نفسه بأي طريقة، يبيع نفسه العدو بأي طريقة. طبعا ده أقصد بهذا مسألة الجاسوسية. شاب راح يبيع نفسه بأي وسيلة، يبيع نفسه العدو. حاجة غريبة يعني. ده كلام. وأبسط مثال لهذا إن في سيدة اسمها انشراح، كانت زوجة لجاسوس في السبعينات. كان بعد النكسة وإسرائيل احتلت سيناء، كان واحد اسمه إبراهيم شاهين، ده كان راجل عايش في الحريش في سيناء، وبعد النكسة حسيته أزمة مالية، واصطادوا ناس من فرازة تبع الموساد، واستطاعوا تجريده بإغراءه بالمال. بعد إغراءه بالمال وغرضوا برضه زوجته. ثم تم اكتشاف هذه الخيانة، وحكم القضاء على هذا الرجل اسمه إبراهيم شاهين بالإعدام وزوجته. السادات عفى عن زوجته لأن حتى تقدر تربي الأولاد. فيعني وظهرت إن في برنامج اسمه النادي الدولي مع الراحل سمير صبري النجم الراحل، وقعدت تعيط تقول لي ده أنا كنت ضحية. يعني فعلا صدقناها وصدقنا دموعها اللي هي دموع التماسيح. وللأسف الشديد هذه المرأة بعد شهرين من هذا البرنامج سابت مصر هي وولادها، وعشان تعمل تمويه راحت قبرص وبعدين اليونان وبعدين رجعت على تل أبيب على أساس إن الموساد هيرجعها. شوف عضت دي اتمدتها ديل الكلب عمره ما اتعدل. السيسي دي بعد ما الرئيس عرف عنها وعيطت وصدقناها، ديل الكلب عمره ما اتعدل. سافر تاني، عادت تاني لتل أبيب هي وولادها ومساعدة خدماتها، لكن الجزاء من جنس العمل. يعني العقاب من جنس العمل. الموساد ترقى ليها ثم لجأت إلى إنها مش لاقية شغل، لدرجة إنها اشتغلت عملت تضاف في المراحيض، ومن كام سنة عرفت توفت. وهذه هي نهاية الناس اللي يعني ربنا طبعا غضب عليها واليهود تركوا لها. وللأسف الشديد هذه هي نهاية كل إنسان يخون بلده. استعرضت في الحلقة دي نفسية القاتل، النصاب، اللص، نفسية الذئب البشري، نفسية الجاسوس، من خلال قراءات في علم النفس. وأنا عايز أشوف بلد أحسن بلد، وإزاي يكون في هذا الكم من الإجرام بالاختلاف مع الدول العربية اللي هي عايشة في صفاء وعايشة في يعني ناس وشهم سمح. يعني المصريين فيهم للأسف معرفش. يعني لما أنا رجعت من الدول العربية لقيت في أزمة مواصلات، لقيت في طفح المجاري، ناس مش طايقة بعضها. يعني دي أمراض لابد أن تعالج. وألا هل بالله طالما فشل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيد الرسول.